بعض الناس عندها أدب في التعامل مع من حوله، فإذا علم بنوم شخص في البيت مثلا، لما يريد أن يغلق الباب يغلقه شوي شوي، يعني يفتح الباب يفتحه شوي شوي. البعض أول ما يستيقظ يشعل النور ويخبط في الأبواب كأنه ما في البيت إلا هو. هذا ليس من الأدب. لا بد أن يكون عندك شعور بمن حولك، ولا تكون أنانيا نفسي نفسي كما اليوم إلا من رحم الله، كل شخص ينظر إلى نفسه فقط وإلى مصلحته وهو فقط، ولا يبالي بمن حوله، سواء في البيت، في الشارع، في الطريق، في المدرسة، وين ما ذهبت تجد هذه الصورة موجودة، حتى في الطرقات، في طريقة إيقاف السيارات هكذا. هذا الحال إلا من رحم الله. ومتى حصل في المجتمع هذا ضاعت الأمم. إنما لا تنظر إلى مصلحتك، ولا تنظر إلى المصلحة العامة، مصلحة المجتمع ومصلحة الناس الذين حولك. مشكلة. صار الناس اليوم يقدم الرفاهية التي يريدها والأمور الإضافية الزائدة على ضروريات غيره. هذا الواقع الذي نعيشه للأسف. لذلك عظم الفساد بين الناس.